رز الصيادية بالجمبري ده لازم، الوصفة بتاعت الرز الصيادية دي اساسا حتى لو من غير جمبري لازم تتعمل جنب جميع انواع السمك، لانها الوجبة الاساسية مع السمك. طعمها بيبقى تحفة وليها تكات كده حلوة قوي، هتشوفوها في الفيديو. اول حاجة هجيب كيلو جمبري، انا كنت جايباه صغير وحطيت عليه التتبيلة اللي انا عملتها قبل كده وقلت لكم عليها في الوصفات، فلفل وثوم وزيت، وبضربهم في الكبة وبحطه بخليه في برطمان. هجيب طاسة وهحطها كده على النار واحط فيها معلقتين زيت وهشوح فيها الجمبري اللي انا عاملاه. ريحته وطعمه تحفة قوي بالتتبيلة. التتبيله بتاعتها هكتبها لكم في صندوق الوصف. هيتحمر معايا بالطريقه دي، هنزله في طاسه في طبق، وفي نفس الطاسه هشتغل فيها بقيه الوصفه. هحط معلقتين زيت كده كبار تاني، واكون مخرطه معايا بصلايه بتاعت الرز اللي احنا بنعمله اللي جنب السمك. هحمرها واخليها كده تغمق معايا، وهنزل عليها بكميه الميه على قد كميه الرز اللي انت عامليها، وهنزل عليها برشه ملح وفلفل اسود وكمون. وبعد كده هتغلي غلوتين حلوين، هنزل عليهم بالرز حسب برضو كميه الرز. اي كميه انت بتشتغلي بيها هتعملي بيها الوصفه. بس وبيطلع معايا جميل وفي منتهى الجمال، وكمان بطعم الجمبري انا عملته بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. ولو مش عايزه تضيفي الجمبري هتعمليه جنب الاسماك بالطريقه اللي انت شفتيها برضو، بس هتلغي موضوع الجمبري. طعمه تحفه، عايزاكم تجربوا الطريقه.